أهلاً، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة آية. قبل ما نبدأ القصة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك عشان ما تفوتكمش أي قصة. أنا آية في السنة الثانية جامعة وكنت بدرس إدارة. بصراحة كان عندي أب غني وفلوسي دايما في جيبي، وما كنتش عايزة أروح الشغل عشان الحساب دايما مليان، وما كنتش مهتمة بالدراسة. بس رحت الجامعة عشان أخذ الليسانس وأحطه على جنب عشان عماتي الفضولية وخالاتي الفضول أكتر مني ما يشوفوا وما ينزعجوش من أمي. إسراء كانت عكس مني، مدرسة ابتدائي وأكبر مني ب5 سنين، وأمي كانت فخولة بيها جدا، وكانت ستها محترمة جدا وسلوكها رسمي، ولما حد يبص مش مصدق إن إحنا إخوات. عشان كده أمي دايما كانت بتميل لإسراء أكتر. إسراء اتخطبت من حوالي شهرين لأحمد ابن أحد زمايلها، ووالدته كانت شايفاها مناسبة لابنها، ووضعهم المالي كويس نسبيا، ودينيا وعقائديا قريبين جدا من إسراء، فكانت راضية جدا. بس بابا كان شوية قلقان دايما من الناس الغريبة، ويفضل نرتبط بأولاد العيلة، لكن إحنا ما كناش مهتمين بأي واحد من أولاد العيلة. أحمد وإسراء اتخطبوا من حوالي 3 شهور، وكانت واضحة فرحة إسراء. وماي كانت عكس مني، بتذاكر جامد عشان تدخل كلية طب أسنان. رجعت من الجيم، خدت دوش، وماي ما كانتش في سريرها، وده كان معناه إنها مشغولة بالمذاكرة. دخلت الاستقبال وحسيت بريحة حلوة في كل مكان، خديت نفس عميق وصرحت: أكلة النهاردة إيه؟ رجعت وقعدت على الكنبة ولقيت أحمد وإسراء قاعدين مع بعض. ابتسمت وقالت: أهلا بالدماد العزيز. واضح إن النهاردة أحمد ضيف عندنا، وكل ده شغل إسراء. عملت كيك شوكولاتة وسلطات وأكلات كتير، وإحنا ما كناش شايفين مهاراتها إلا لما أحمد يجي. الأيام العادية عدت وإحنا مشغولين بالمذاكرة. إسراء وأمي مشغولين بشراء جهاز العروسة، وأحمد اشترى الدور العلوي عن بابا وكانوا مشغولين في تجديده. أنا وماي ما كناش مشاركين، كنا عايشين حياتنا الخاصة. في الجامعة مركزوا في دراستي، بس كنت بلعب وأمزح مع الولاد وما فيش عندي علاقة جدية. حسين طالب اقتصاد في الترم السادس كان بيلحقني. في الأول كنت فاكرة زي باقي الولاد حيبطل، بس ما كانش كده وبدأ يزعجني. كنت فاكرة عايز يستغلني، فمشيت وديتوش اهتمام قليل. بعد كده شهرين تقريبا لعب حركات لطيفة وخدت انتباهي وحبيته. حسين كان فخور بجسمه ووشه، بس غير كده مفيش. لابس أي حاجة وبيجي بالموتور مع أصحابه، وواضح إنه مش غني، بس الحب خلى عيني مقفولين وما كانش يهمني غيره. عارف إنه عنده صديقات كتير، بس دلوقتي مهمته إني أنا معاه وهو اختارني. بفضل مسخرته وروحه الحلوة قدر يقنعني وأخذت رقمه، وكنا بنتكلم بالليل كله. حسين عرض علي الجواز، بس مع الظروف بتاعته وعشان بابا مش هيوافق. كنت عايزة أغير أسلوب حياة حسين. وفي شوية حدثت الموضوع. في الآخر أنا اتربيت في البيت ده، وكان عندي فلوس كفاية أغير حياة حد. بالفلوس اللي جمعتها اشتريت له موبايل جامد جدا، ولما حسام شاف الموبايل عينيه لمعت وما كانش عارف يعمل ايه. الفلوس مش كانت مهمة عندي، هو كان المهم. وعرفت من أول يوم معايا إنه مسح كل البنات والمشاكسة من دماغه. ما كنتش غبية وفاهمة. يوم رحنا سوا لأحسن محلات اللبس في المدينة، واشتريت له كل اللي أقدر: قميص، بنطلون، بدلة، وكل حاجة. وبمناسبة عيد ميلاده اشتريت له سلسلة، إسوارة، وساعة. أعلى حاجة حسام كان بيعملها ليا كانت وردة أو لعبة صغيرة، وده كان بيبهجني جدا. عملت له ستايل ممتاز ومميز خاص بيه. المرحلة اللي بعدها عشان حسام يقدر يقدم على الجواز كان محتاج عربية وبيت. عشان كنت عارفة إن البيت أهم عند بابا، قررت أحط كل دهب عندي عشان نشتري بيت أو نأجر. كان عندي 3 أو 4 أطقم دهب وكام عملة صغيرة ما برمتهاش، جمعتها وبعتها. والدهب اللي برميته ما استشرتوش عشان محدش يعرف. ما كنتش قلت لحد، كنت عايزة حسام يبقى رافع راسه. بيت إسراء كان حلو جدا، وأنا ما كنتش عايزة ناخد أي بيت وحش، عشان كده بذلت كل جهدي. بعت الدهب وحطيت كل فلوسي في المشروع، وده كان مبلغ كبير جدا، كان ممكن نجيب بيه بيت ممتاز في الوقت ده. رحت أبحث في أحياء كويسة، وفرحت إن الدهب عمل مبلغ كافي، وحسام حط عملة واحدة على المدخرات، وكنت فرحانة إنه بيبذل جهده. اشترينا البيت مع المبلغ ده، صغير 100 متر، بس أفضل من الإيجار. شوية زعلت إنه صغير، بس المهم كان لينا وبابا يوافق. بقيت الفلوس كنت عايزة أشتري الأثاث والجهز، وبعت شوية اللي بقى عند حسام عشان يكون معاه وقت الشراء ومفيش نقص. كمان قلت له يجيب طقم كامل لبابا وماما عشان يبقوا شيك. كل حاجة خططت لها. في يوم اتأكدنا من القرار وحسام اتصل ببابا وقال احنا عايزين نيجي نطلبها. كان مضحك،
إحنا جهزنا كل حاجة، البيت، الأثاث، اللبس، الذهب وكل حاجة، وبعدين نقول تعالى جايين نشوف. بس في دماغي وحسام ما كانش فيه شك. بابا جه وسألني بتعرفي حد اسمه حسام؟ قلت له زميل في الكلية. قال تمام، ووافق يجوا يطلبوا. كنت فرحانة جدا، لبست أحسن لبسي وعملت ميك اب وكل حاجة تمام. الليلة دي أختي وجوزها كانوا موجودين وشفناه من قريب. في عينيا حسام كان فيه لمعة فرحة وحب واتصال، بداية حياة مختلفة. أنا كنت جهزت شكل حسام وعيلته، بس كلامهم كان طبيعي، ما حاولوش يتصرفوا بطريقة مختلفة. بس الفرق بيننا كان واضح جدا، حتى من سلوك بابا وماما فهمت إنهم اتصدموا شوية. ما كانوش بيقولوش حاجة، بس سلوكهم ونظرهم كان واضح. أم حسام فجأة قالت قررت عروسي تقبل 5 عملات وتروح على بيتها بسلام. بابا كان متوتر جدا وحاول يكون هادي وقال دلوقتي لسه بدري على كل ده، صبروا شوية نشوف الشباب يتفقوا ولا لأ، ولو حصل اللي أنا متوقعوش مهر بنتي وبنتي التانية مش هيتغير، كل واحدة هتاخد مهر حسب سنة ميلادها زي ما كان مع البنت الكبيرة. لاحظت التغير المفاجئ في أم حسام، وشها اتغير ولونه فاض، وكان بيبص على حسين بطريقة كأنها خلي نرجع البيت واظبطك. لكن أنا كنت كلمت حسين قبل كده وقلت له أي مهر يقوله يقبله وما تحكيش حاجة. كان عارف إن أنا مش من النوع اللي ياخد مهر منه. أنا ما كنتش باخد أي فلوس من حسين، أنا اللي دفعت فلوس لبس عيلته كمان، فمش كنت عايزة أي فلوس منهم. حسين شاف الجو مش مستقر، ابتسم وقال صح يا أستاذ مالك، كلامك صح، أنا أي حاجة تقولها هدي لبنتك مهر يحفظ شأنها كويس. أم حسين فجأة قالت يا أمه ده تصرف غبي. حسين قاطع وقال أمي حبيبتي، ده مش من شأن عيلتنا أو عيلة البنت، في كلام أهم نعمله صح. أم حسين كانت غريبة على دماغي. حسين كان أسوأ من أي كلمة، كنت أعرف طباعه وعصبيته أحسن من أي حد، أنا أعرفه أحسن من أهله. خلصوا موضوع المهر وبدأوا كلام ودي تاني. بابا وافق أخيرا نروح أنا وحسين نتكلم في أوضتي. مشيت قدام حسين مع أن الكلام كان اتقال قبل كده، بس ده كان العرف. دخلنا الأوضة وبدأنا نحكي لبعض ذكرياتنا، ولما خلصنا خرجنا كله ساكت وكانوا باين عليهم زعلانين. بس شوية بس اتغيرت المواقف وابتدوا كلام عادي. الليلة دي اتقال كل الكلام وعيلة حسين راحوا، وبابا قال هنفكر، لو وافقنا أول حاجة هيعمل بحث عن حسين، ولو كله كويس نكمل ونتعرف على بعض. بعد ما راحوا محدش اتكلم وكلنا في صمت بنجمع البيت، باين ان عيلتي كلها زعلانة. قلت لبابا بابا رجاء وافق. قال أنا مش راضي، معارض الجواز ده، مش شايف سلوك أهله، أنا مش عدوك، مش منافس ليك، انتي بنتي ونعمة البيت، مش هلعب بحياتك. جوابي نهائي لا. قلت له بخجل لا بابا، حسين مش زي أبوه، مش زي أمه. بابا اتعصب وقال كأن الكلام معاكي ومع حسين ملوش فايدة. قلت بابا والله حسين مش كده. وقفت قدام بابا وقلت أنا عايزة الحياة دي مهما كانت، وأنا هتحمل كل النتائج. بابا ضحك وقال تمام، هقول لمامك تعلن الموافقة لكن بشرط. قلت إيه؟ قال مش هساعدك بشيء، لا جهاز لا بيت ولا أي حاجة، حتى من الميراث محرومة. قلت تمام، مش محتاجة لأي حاجة، هنظبطها بنفسنا. ضحك وقال متأكد؟ الشرط الثالث كمان. كنت مستنية. قال لازم تنسوا أنا ومامك، إحنا مش بنت باسمك وإنتي مش بنتينا. ما صدقتش ده، قلبي كان خايف وقلقت. قلت تمام. بابا كان بيبصلي وما صدقش. قال ده رأيك فعلا؟ قلت قال حتى لو بعد دقيقة من العقد ندمت، أنا وراكي مش موجود. قلت لا بابا والله مش هندم. قال تمام، هعلن إن جوابي موافقة. كنت فرحانة قوي، قلبي كان بيترعش من السعادة. رحنا ناحية بابا عشان أعنقه، لكنه حط إيده قدامي وقال مش محتاج، مش راضي أعمل كده عشان تعاستك، مع إنه كان بيضايقني، بس أنا ما كنتش مهتمة بتعليقاته. فرحت وروحت أوضتي وبصيت في المراية وأنا لابسه فستان العروسة. قبل ما أقدر أكلم حسين وأقول له إيه حصل، مامتي نادت وقالت تعالي على السفرة. كلمت حسين وقلت له سلام يا دماد. رد كسلان ومش مبسوط. سلام حبيبتي. فين دماد مع السلوك ده وسلوك عيلته الغبية؟ قلت له استعد وخد حاجتك، لازم نفكر ننام في بيتنا الليلة. قال تقصد إيه؟ قلت له ماما هتتصل بمامتك تقول جواب موافقتي وتكونوا مستعدين لمراسم العقد. حسين فجأة سكت وقال ممكن بتضحكي؟ قلت له لا والله أنا بجد.
صوته عالي فجأة، عالي وشكر ربنا. ضحكت وقلت له أنا مش حاسبنا نتفارق. في الآخر عقدنا وجوازنا تم بشكل محترم وجميل، رغم إن عائلة حسين بكدوهم ضغطوا عليا قدام أهلي، بس ما اهتميتش ودخلت حياتي مع حسين. ليلة عرسنا نمنا جنب بعض، بس أنا لسه عذراء وحسين مش قريب مني زي ما كنت متخيلة. الأيام عدت وحسين بدأ يقرب مني شوي، ولسه مفيش حاجة بينا. تصرفاته كانت غريبة وكنت زعلانة. حسيت السنة عدت وأنا لسه عذراء، وده كان مهين بالنسبة لي. يمكن تفكروا إني طفولية، بس حطوا نفسكم مكاني. سنة كاملة، أفضل جسم، أفضل لبس، كل ليلة لون وريحة جديدة، زوجك جنبك ومش بيعمل حاجة. قررت أروح مستشارة، عملت كل اللي قالت بس مفيش فايدة. حسين كان زي الحيطة، كلامي مش مؤثر فيه، وكمان كان دايما يقول ما تروحيش أماكن دي، ما تصرفيش فلوسي على حاجات كده. فتحديت وقلت له في السنة دي ادتني ايه غير الأكل؟ حتى جنيه واحد على مصاريفي الشخصية؟ أنا بابا كان بيصرف لي كل شهر، وكان كفاية لحد الشهر اللي بعده. كنت محرجة، بس كنت بصرف على نفسي، لكن هو مش بيصرف. بطلت أروح للدكتور. يوم حسين رجع البيت وكان تعبان جدا، عيونه كأنها اتفتحت على مصراعيها، ريحة غريبة من بقه. كنت خايفة، قربت وقلت له ايه ده حسين؟ انت كويس؟ قال كويس جدا. ضحك وشال شعري من ورا، وده أذاني، لكن كنت خايفة أتكلم. ضحك وقال يا انتي حاجة. عيني اتسعت وحاولت أتحايل عليه، سحبته كلام، قهقه وقال خليت علي يجيلك. علي كان واحد من أصحابه من أيام الجامعة، ما كنتش بحبه وما كنتش عايزة أتعامل معاه، بس ما قدرتش أقول حاجة، كنت عايزة أتكلم. فجأة وقع على الأرض، وفي نفس اللحظة رن الباب. قلبي وقع، يمكن أهلي، لكن لا، كانوا مش جايين فجأة. كان علي، كأنه فر من النار وظهر فجأة. قلت له من ورا الباب أيوة. قال كان عندي ميعاد مع حسين. غميت عني من الغضب وقلت أيوة، استنى لحظة. لبست مانتو وفتحت الباب، لقيت معاه إزازة. دخل بسهولة وبابتسامة قال إزيك يا حبيبتي. سكرت الباب ورحت أوضتي، قفلت من الخوف وقعدت ورا الباب. في 2 كانوا في بيتي من غير وعي، وما كنتش أقدر أقول أي حاجة من الخوف. كنت حاسة إني هموت من الرعب، مش عارفة عديت قد إيه. لكن فجأة حسين ناداني بصوت عالي وقال يلا اعمللنا شاي. اتخضيت، ده صوت حسين، ليه كده؟ مش زي قبل خالص. ما كنتش عايزة أتحرك، بس بعد دقيقتين تقريبا رمى حاجة على باب الأوضة. من الصوت اتخضيت. قال مش أنا معاكي؟ اضطريت أقوم وافتح الباب، لقيتهم قاعدين قدامي. علي كان بيبصلي بصوت غريب، ما كنتش مصدقة، ده اللي قاعد جنبي ده جوزي. رحت المطبخ وعملت شاي، وأنا مشغولة بالعمل همست لنفسي أيوة ممكن، إزاي جوزي خلال 24 ساعة يبقى كده ويقول الكلام ده؟ كنت واقفة قدام البوتاجاز، وفجأة حسين ناداني بصوت عالي. صحيت وقلت أيوة هات الشاي. عملت شاي وحطيت سكر وعسل على الصينية ووديتها للاتنين اللي دخلتهم البيت. كنت نفسي أقدر أطردهم برا، بس ما قدرتش. حسين مسك إيدي وقال رايحة فين؟ هنا اقعد، علي عايز يشوفك. ضحكت وبصيت له بنظرة كره وتعاطف عشان يفهم وما يتكلمش، بس ما جابتش نتيجة. علي قال عجبني يا أخويا. حسين بوقاحة قال لسه فاضل. ما كنتش مصدقة، حياتي كلها بتتدمر كده. علي كان بيبصلي بطريقة مخلية معدتي تتقل. ركضت على الحمام وترجعت كل اللي في معدتي وبكيت. حسين كان عادي وشايه، مش واخد باله مني. غسلت ايدي ووشي وقفلت الأوضة على نفسي. حاولت أهدى وأنام وأفكر يمكن ده كله كان حلم. 3 شهور عدت وما شفتهوش يتصرف كده تاني، بس الصبح حسين ما اتغيرش وكان بيتدهور يوم عن يوم. كنت بلاقي حجة ما روحش بيت مامتي معاه. كنت عايزة أتكلم معاه عن اللي حصل الليلة قبلها. هو كان صاحي وفاهم كل حاجة، وكنت مصممة إني ما سيبش حياتي تمشي كده. حاولت أصحح الوضع، بس ما كنتش عارفة. الظروف دي اتكررت كام مرة مع ناس وسيناريوهات مختلفة، وأنا بس كنت قادرة أحمي نفسي في الأوضة. خلال الفترة دي اكتشفت إن حسين مدمن. لقيت حاجات في جيبه وصوتت عليه. في الآخر ضربني على وشي وقال ما تتدخليش في شغلي. ما صدقتش إنه يكون الشخص ده. مرة
حسين قال لي روحي الأوضة ونامي، وأنا استلقيت ونعست كأني مغشي عليا. بعد ساعة فتحت عيني على مسكة يد، لقيت راجل كبير حوالي 50 سنة أو أكتر على سريري. عيني اتسعت. أول ما شفت افتكرت إني بحلم. قفزت وقلت أنت مين؟ حاصرني في ركن الأوضة عشان مهربش، وقال بنتي صرفت عليكي فلوس كتير الليلة. يا إلهي نسيت أقفل الباب، وده اللي حصل. صرخت وناديت على حسين. الوضع كان وحش لدرجة إني حتى في الحالة دي كنت بنادي صوت حسين، لكنه كان بلا حياء. اللي خلاني في اليوم ده توسلت له يسيبني، وقلت له والله عندي جوزي، سيبني بالله عليك. فجأة ابتعد وقال مش صرفت كل ده عشان تسمعي الكلام ده. كنت ببكي وقلت له والله عندي جوزي، ده بيتي، مش فاهمة انت هنا ليه. اتفاجئ وابتعد وقال ازاي اعرف انك مش كذابة. وريته درج المكتب وقلت له عقد جوازي هناك. كنت بعيط وواقفة في الركن، وبص لمستنداتي وشاف ان انا بقول الحقيقة، وقال حسين جوزك؟ مش مصدق. يا إلهي عملت ايه؟ قام وقال تعالي هنا، مش هعملك حاجة. كنت مش مصدقة. قال اللي جالنا هنا مين؟ انتي وحسين اللي مكتوب هنا صح؟ هززت راسي بنعم، وقال مش مصدق، كنت فاكر انتي من النوع ده، أنا آسف. بالبكاء قلت له ما تقولش كده، والله معرفتك أعلى من جوزي اللي بلا حياء، أنا هفضل مديونالك طول حياتي. حسيت إني تعبانة إني بشكر حد على إنه ما سمعش ليا. الرجل كان عايز يمشي، فقلت له ممكن آخد رقمك وأكلم بابا؟ بصلي بشك. قلت له والله التليفون بتاع البيت اتجمع مني. قفل الباب عليا. ما كنتش قادرة أكلم أهلي، بس صدقني وأعطاني تليفون. حطيت على السماعة واتصلت ببابا. ما حدش رد، ومع آخر نغمة سمعت صوت بابا تعبان. أيوة، قلت بابا أنا آية. اتحمس وقال بنتي كنت قلقان، رنيت عليك وفتشت قدام البيت ومحدش كان موجود. بتوسل قلت بابا بالله عليك أنقذني، أنا فديتي، تعال خدني من هنا. مع فتح الباب الرئيسي في الريسبشن قطعت المكالمة، وقال الرجل بابتسامة ما تخافيش، هديها فلوس عشان المرة الجاية تكون حذرة، ولو كنت موجودة هساعدك تاني، ولو مش موجودة الحمد لله نجيتي. قال لو كنت عايشة كنت في سنك. شكرته، حقيقي حياتي كانت مديونة له. بخوف وخشية حسين يسمع، حطيت راسي على المخدة وفكرت إن بابا هينقذني وهطلع من هنا سالم، وحسيت بطاقة ورحت لبست لبس مناسب. كان عندي صداع شديد ومش قادرة أتحرك، وفجأة فتحت عيني لقيت بابا فوق راسي، ما كانش عارف حاجة، وابتديت أحكي له كل حاجة، كل مشاكل حياتي من الأول، كل اللي حصل، وإن لو الراجل ده ما كانش كريم وما سمعش كلامي كنت هتبقي في خطر. قلت له كل حاجة. بابا لما سمع اتعصب جدا ووشه اتهبل، العروق بفزة، كنت خايفة يخبط وسكتة، لحد ما قدر يسيطر على نفسه وهدأ شوية. قال هظبطه مهما كان، فاهم إن الليلة دي كلمت بابا من تليفون الراجل ده، وأخد التليفون ولقى الرقم وكلمه. ولما عرف بابا الموضوع كله واللي حصل الليلة، الراجل بدأ يحكي كل حاجة كان يعرفها بينه وبين حسين. بابا لما عرف كل حاجة قال هلاقي حسين ومش هسيب بنتي تعيش معاه، لازم تتطلق عشان ما تتأذيش أكتر. الموضوع كان بس بيني وبين بابا، وما كانش حد يعرف، خصوصا مامتي. بعد ما لقوا حسين أخد شهر تقريبا. لما وصلوه البيت ما صدقتش إن ده حسين اللي أنا حبيته واخترته بحب وأمل. كان متخرب جدا من تعاطي المواد، ومن ساعة ما روحنا للطلاق كل العيلة فهمت إن الحياة دي انتهت ومش لازم نتورط أكتر. في المحكمة قالوا أروحي مع مستشار. أنا هناك قلت شايفين من شكل جوزي إيه مشكلته، من شهور مش بيسأل عني، ليه أنا أروح مستشار وأحاول؟ حسيت إن الموضوع كله مسحة بالنسبة لهم. أنا ما كنتش عاقلة أرجع للحياة دي. قلت أنا مفيش أمان في البيت ده. حكيت كل حاجة. الراجل نفسه فتح بقه من الصدمة. مستحيل، مين يقدر يقبل إن جوزه يعمل كده؟ حسين اعترف وقال أيوة عملت كده، وأنا عايزة أتطلق، مش عايزك. خلص بسرعة. كل اللي تعبت عليه، كل أحلامي في البيت والعيشة والشنط،
حطيتهم في أكياس أسود قوية في المحكمة وخرجت. أيوة، اتطلقت، واللي لو تحكيه لأي حد مش هيصدق. بعد الطلاق ما رجعتش البيت بتاعي ولا أخدت أي من الأغراض. بابا وزعها على ناس محتاجين. البيت لأنه ملكي كان رجع لي ليا، وحسين سلم البيت لبابا عشان يسهل الموضوع. من ساعتها لحد دلوقتي عايشة في بيت بابا. بعد الطلاق عيلته خصوصا أبوه جم يتأكدوا إذا كنت عارفة عنه حاجة، وقلت من يوم ما خرجت المحكمة ما شفتهوش ولا كلمته. كنت حاسة إن حسين مريض نفسي أو بسبب تعاطي المواد، كان محتاج حد يهتم بيه ويصلحه، لكن الوقت فات ومحدش كان يعرف عنه حاجة. بعد ما رجعت البيت بابا عمل عيد شكر لأني نجيت من الراجل المجنون، ودعانا كلنا عشاء وأخدنا للحديقة الكبيرة كنوع من الاحتفال. الشخص الوحيد اللي كان زعلان مامتي، وده طبيعي لأنها وكانت خايفة عليا من نظرة الناس بعد الطلاق وما كانتش عارفة كل التفاصيل. ساعات لازم تسمع كلام الكبيرين، خصوصا بابا اللي تعب كتير عشاني. كنت واقفة قدامه بسبب حسين اللي دمرني. أحيانا كنت حاسة إن بابا مش عايز سعادتي ومع كل اللي عملته عشان أتجوز. دلوقتي عندي كام خطيب وحاليا عايشة طبيعي، بس الخوف من الزواج واللي حصل ليا هيفضل معايا طول العمر، وصعب جدا أصحح الوضع. ساعات لازم تثق في كلام أهلك وما تفكرش دايما إنهم أعداء، يمكن يكونوا عايزين مصلحتك ويحميك من مصايب أكبر. شكرا لإنكم فضلتوا معايا لآخر الفيديو. ادعموني باللايك والتعليقات بتاعتكم، بحبكم جدا. للقصة الجاية، مع السلامة.